الحاج ويكثر من الدعاء فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل الله عز وجل أن يوفق حجاجنا الميامين لأداء مناسك الحج ولأداء الزيارة على أكمل وجه، زيارة المسجد النبوي الشريف والوقوف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة بروضة الشريفة والصلاة بمسجد قباء وزيارة الأماكن المقدسة المختلفة. وأسأل الله عز وجل أن ييسر الحج لمن أراد أن يحج ولكن لم يتيسر هذه السنة، فنبدأ الدعاء من هذا الموضوع. نقول ادعوا الله عز وجل. تذكر يا أخي محمد صالح منذ حوالي 5 سنوات أحد الإخوان وهو رجل كبير في القرعة كما نقول ما صحتلوش يعني ولكن نصح أن يصوم عرفات هنا في الجزائر وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، فاستجاب الله عز وجل له الدعاء. في العام القادم مباشرة وفق إلى حج بيت الله الحرام. فاللي ما حجوش هذه السنة واللي بغاو يروحوا أكيد نقلبهم شوية مجروحة وتألم، ولكن ربي سبحانه وعد وهو لا يخلف الميعاد، قال ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. لذلك رحلة الحج كما قلت يا أخي محمد صالح بارك الله فيك فيها سفر. نعم. والسفر من دواعي الاستجابة للدعاء، دعاء المسافر. وأكثر من ذلك أنه يقصد بيت الله الحرام، يقصد الحرمين الشريفين، يقصد هذين المسجدين الذين لا تشد الرحال إلا إليهما. نعم. فلا شك أنه وهو قريب إلى الله عز وجل، رقيق القلب، يدعو الله بإخلاص، وهو في غاية الحبور وفي غاية الفرح والسرور أن يسر الله عز وجل له أن يحج بيت الحرام. هي رحلة العمر. نعم. ممكن الإنسان يزور معظم دول العالم في أسفار كثيرة وعديدة، ولكن هذا السفر سيترك الأثر في قلبه ووجدانه وضميره. إذن ننصح نصيحة عامة حجاج الميامين بأن يلهجوا بذكر الله عز وجل وأن يكثروا الدعاء في هذه الرحلة الجليلة، في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج. طيب، ولكن هناك مواضع كما قلتم في سؤالكم لابد للحج أن يستثمرها ويجتهد فيها بالذكر والدعاء. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. نبدأ بالتلبية. يعني كي يدخل الميقات، طبعا المواقيت سوف يأتي بيانها في لقاءات قادمة إن شاء الله وقدر، ولكن نقولوا مثلا اللي رايح عن طريق الميقات نتاعنا، ميقات الجحفة هو ميقات أهل الشام، وميقات أهل المغرب اللي هو احنا، وميقات مصر، يعني 183 كيلومتر. طبعا بالنسبة اللي راح في الطيارة طبعا، وهذا الأمر ذكر وسيذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. اللي ما قدرش يدير الإحرام من هناك لا شك أنه يجوز شرعا الإحرام من أول يابس، يعني من جدة بدون أدنى حرج، وإحرامه صحيح ويعقد النية حتى في السماء، يعني لا حرج، ولا في كي يوصل إلى جدة. المهم بعد ما يدير النية نتاعو مثلا لبيك اللهم عمره، يعني متمتعا بالحج. اللي راح عن طريق التمتع وأنواع النسك أيضا سيأتي بيانها. اللي راح بالتمتع، بالإفراد ولا بالقران، وكلها مليحة. يعني بعض الناس تسأل شكون مليح، كلها مليحة ما دام كلها مشروعة فكلها مليحة. وكل واحد إذا كان واحد راح بكري يروح عن طريق التمتع أفضل له، باش ما يبقاش يعني ربما يعيش ألوانا من الحرج بلباس الإحرام وكذا بالنسبة للرجال عموما، وكذلك النساء في بعض الأمور. قيل أن أفضلها الإفراد لكون فيه المشقة. نعم، فيه المشقة. وقيل القران لكونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. وكله خير إن شاء الله. وكلها خير نعم. الأيسر للحاج والأنفع له. نعم. وكلما يعني الحجاج يعني كل واحد أخذ نسك من نسك، طريقة من طرق، كلما يكون يعني هناك يعني خير أكثر إن شاء الله تعالى. وكلها مشروعة وكلها طيبة وكلها جميلة إن شاء الله تعالى وفيها خير. طيب، بعد ما الإنسان يعقد النية يجيب الركن الأول اللي هو الإحرام.
لا شك أنه يبدأ بالتلبية بالنداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن بين تلبية وتلبية يلبي قليلا ثم يذكر الله عز وجل، يسبح ويستغفر. ربنا أمر في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسمي الذكر أيسر العبادات. ثم يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء وهو في سفر الآن. ثم جاب الركن الأول اللي هو الإحرام. لا شك أن الدعاء مستجاب لهذا الإنسان اللي قاصد بيت الله الحرام وهو قريب إلى الله عز وجل، إيمانه قوي ورقيق القلب والمشاعر رقيقة ما شاء الله. لأنه هذه المواطن الشريفة وهذه الأوقات الشريفة يجب أن تستثمر في موضوع التلبية دكتور سعيد. حتى يعني ننبه الغافل والجاهل، موطن يجب التركيز عليه في التلبية هي قبل أن يتحلل، يعني قبل أن يكمل النسك، فقد لا يعود إليها أبدا، قد تكون ربما آخر تلبية يلبيها. فأرشد العلماء أنه يكثر منها قبل أن يتحلل من الحج مما كان محظورا عليه. يعني رأيكم وتوجيهكم فيها. بارك الله فيك. يعني هذا توجيه جميل، توجيه يعني في الحقيقة غال جدا، لأنه قد لا يلبي يعني بعدها أبدا. لذلك لابد أن يستمر. لذلك فالتلبية تستمر إلى غاية ما يكمل، يعني إلى غاية ما يتحلل. لذلك يجتهد. أكيد ربما بعض الناس يكونوا يعني يغفلوا شوية، يناموا كثير، ولا ربما يكثرون من الحديث ومن الجدل، وربما ما كانش رحلة يكثر فيها الجدل مثل موضوع الحج. يعني رحلة الحج يعني يكثر هكذا، يجوز لا يجوز، الناس كلها تتكلم وتفتي وكذا. هذاك التشويش. والحمد لله أن حجاجنا الميامين عندهم مؤطرين في البعثة الجزائرية، وعندهم لقيد هذوك الدليل نتاع الحاج، يلتزمون بذلك، وفي ذلك خير كثير جدا. أما الغفلة عن الذكر وعن التلبية هذا أمر منافي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه ندم. لذلك الإكثار من التلبية والإكثار من الدعاء في هذه المواطن. ثم أن من المواطن أيضا عند الطواف. الطواف طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاء واحد، يعني ورد يعني اللي هو بين الركنين، الركن اليماني والحجر طواف واحد، طواف حول الكعبة. نعم، طواف حول الكعبة فقط. طواف آخر لا يوجد طواف آخر. أيضا على الحاج الذي يعني بأي نسك من النسك، طبعا حينما يوصل إلى الطواف سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج وهو طواف الركن، يعني كل طواف يؤديه الحاج لا بد أن يستثمر هذا الطواف، هذه العبادة الجليلة، في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء، خاصة حينما يصل إلى باب الملتزم. وهذا موطن من المواطن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يجاب في هذا الموطن. يعني لأمرين: أول طواف وجرب من كثير من الناس عبر العصور، من الصالحين والعارفين ومن أهل العلم، جرب كثيرا. هناك اللي عنده قضايا واللي عنده مشكلات واللي عنده مشكلات مختلفة نتاع الدنيا، يلتمس ذلك الموطن ويستثمر ذلك الوقت أمام باب الملتزم وهو طواف يطوف، يدعو الله عز وجل، والله عز وجل وعد بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. وكذلك عند السعي بين الصفا والمروة أيضا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبعدين يبدأ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل القبلة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إلى آخره. ثم يكثر من الذكر والدعاء، وهو يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. وكذلك وهو يتناول يعني بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتين يعني يدير الطواف ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وفي أي موضع، طبعا في وقت الحج يا أخي محمد صالح الزحام كثير جدا، في أي موضع إذا استطعت وتيسر لك الأمر أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فذلك أفضل. ولعله يشتد هذا العام أكثر، يعني يشتد أكثر مع الأشغال اللي موجودة في الحرم، في المسجد الحرام، في الحرم المكي. لذلك ابتعد إلى أي مكان آخر، صلي ركعتين
بعد صلاة الركعتين أيضا يستحب الدعاء بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وكذلك عند شرب ماء زمزم، ومن السنة أيضا شرب ماء زمزم بعد قضاء الركعتين، بعد قضاء الركعات، بعد صلاة الركعتين، بعد صلاة الركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. هذا أيضا وقت شريف وموضع شريف، الإنسان ما يلزمش يضيعه. قلنا أيضا بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. ثم أيضا موضع آخر وهو مهم جدا في عرفات. نعم. والحج عرفة كما ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. أشد المواطن ترغيبا، أشد المواطن ترغيبا. نعم. لذلك الإنسان ما يلزمش يهمل. نعم. دنو الله من خلقه في ذلك اليوم العظيم. في ذلك اليوم العظيم إن شاء الله يكون من العتقاء من النار، يكون قدر ربي سبحانه عز وجل. وقت شريف جدا. نصيحتي لجميع الحجاج رجال ونساء صغارا وكبارا ما يضيعوش وقتهم، هذاك الوقت الغالي العزيز، يعني وقت يوم عرفة. نعم. الكثير يضيع، يعني الكثير يضيع. ربما يتعب، وكان يروح المنن بالمناسبة لتحصيل السنة. نعم. ويعني كلام كثير يقول لك علاش ما داوناش، مش عارف كلام يقال يعني للأسف الشديد. وكان اللي راح المنى، وأذكر يعني مؤخرا ذكرت مع واحد من الزملاء وبقوا فين ما قدروش يلحقوا العرفات، يعني راح لهم الحج. نعم. يعني صارت واحد يبكي يتألم بقلب مجروح، يعني راح يعني هذا ركن لا يعوض، يعني لا يعوض، ولا يجبر يعني. لا يعوض. نعم. الحج عرفة. لذلك الإنسان يكون حريصا باش يتواجد في عرفة، وعرفة كله موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء ويكثر من الذكر، من ذكر الله عز وجل. وهذا كله وصوه كامل أكيد وصوه. ما يلزمش واحد يسمح لي ما ينساش يجيب الحني، وهذا يجيب الحنة، ولا يجيب هذا القاميص، يجيب كذا يجيب كذا. هذه ما ينساهمش، وينسى الدعاء. نعم. الناس يحتاجون إلى فيها الدعاء. يعني هذيك الوصايا اللي ديتها من بلادك يعني نفذها يومها إن شاء الله ربي يستجيب. نعم. ربي وعد والله لا يخلف الميعاد. هذا إذن وقت شريف. ثم بعد عرفة يعني نزول الحجاج إلى نزول شريف آخر. نعم. أيضا إلى المزدلفة، المشعر الحرام. المشعر الحرام. نعم. بعد صلاة الله عند المشعر الحرام. الآية صريحة. نعم. واضحة. أيضا يستحب الدعاء في هذا الموطن، الدعاء عند المشعر الحرام. وكذلك الإنسان يستمر بالتلبية أيضا. نعم. لا ينقطع عنه. لأنه حتى اللي يدخل بالتمتع يوم التروية اليوم الثامن. نعم. يحرم من موضعه إحراما جديدا. نعم. ويشرع في التلبية ويستمر فيها إلى غاية رمي جمرة العقبة الكبرى. يعني كل هذه المدة يكثر الدعاء في المشعر الحرام وذكرناه، وهكذا. وكذلك حتى عند رمي الجمار. نعم. يعني رمي الجمرة الوسطى والصغرى والوسطى، يستحب الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، ويستحب الدعاء يعني الإنسان كي يدير الحاج كي يرمي 7 حصيات في الجمرة الصغرى ثم الوسطى، بعدهما مباشرة، أما الكبرى فلا، بعدهما مباشرة يستقبل القبلة. هذا موطن أيضا شريف. ويرفع اليدين، يرفع اليدين للدعاء، فيطلب من الله عز وجل ما يشاء. مواطن كثيرة في الحقيقة يا سعد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا البشرى العظيمة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن يعطي الله الحجاج ما تمنوا. الله يبارك. يعني لو كان نكملوا الشيخ محمد بالك يروح كامل الوقت في نعم في هذه العرصات الشريفة والوقفات المنيفة. نسأل الله تعالى أن لا يحرم من سيقدمون على حجه والقاصدين بيته هذه المواطن وهذا الاستعداد